بيبتدي فيلمنا لما تقرر بناء أول أبراج سكنية للفقراء واللي دخلهم محدود بعد الحرب العالمية التانية، بس بعد كده تحولت المنطقة لأعمال العنف والجريمة، وقدرت الحكومة تخلي المباني ما عدا آخر دور في مبنى واحد كانوا مستنيين يلاقوا سكن تاني ينقلوا فيه. بعد كده بنروح لشخص بيجري بسرعة لحد ما بيوصل لمبنى وبيدخله، وبيكون فيه 2 بيجروا وراه، بيخبط على كل الشقق يطلب النجدة بس بدون نتيجة لحد ما بيمسكوه وبيضربوه. في الوقت ده بتظهر بيكي وبتشوفهم من ورا الباب، فبتتصل بالشرطة وبتعرفهم المكان، لكن بتضطر تتدخل لأن الولد كان هيموت من الضرب، بس بتتضرب هي كمان وبيغمى عليها، والولد بيتسحب وبياخدوه معاهم وبيتقتل. والشرطة بتوصل بعد كده وبيستجوبوا السكان وكمان بيستجوبوا بيكي، بس محدش بيرضى يقول أي حاجة من اللي حصلت، وكمان بيكي بتنكر إنها فاكرة حاجة من اللي حصلت. فبيقول لها الضابط لو افتكرت أي حاجة كلميني. وبيعدي 3 شهور في يوم جمعة لما بيوصل صاحب المبنى ومقاول معاه، بيكونوا جايين يفحصوا المبنى، وبنشوف بعد كده كورتيس وهو بيجمع من السكان فلوس بهدف حمايتهم، واللي ما بيرضاش يدفع بيهدده لحد ما بيدفع. وكمان بنشوف بول وهو ساكن لوحده بيكافح علشان يبطل إدمان الكحول لكن ما بيقدرش. جيني بتعامل ولادها بطريقة وحشة وبتضربهم، وكمان بتعامل باقي السكان بطريقة وحشة. ونيفل وفيولت 2 متجوزين، أما دانيال مدمن ألعاب كمبيوتر قاعد مع أمه كارول وأبوه. وغيري ومارك 2 تجار مخدرات. وتاني يوم بتصحى بيكي وما بتلاقيش شبكة في تليفونها ولا بتعرف تبعت رسايل. وكمان دانيال وهو بيلعب النت بيفصل عليه، مش شركة وي لأ. وبول لسه بيحارب الإدمان في الوقت اللي بتشرب بيكي مع صديقها القهوة، وبيكونوا بيخططوا هيعملوا إيه في حياتهم الجاية. بيتضرب رصاصة عليه من قناص وبيتقتل، ورصاصة تانية بتقتل أبو دانيال. وبيتضرب على غاري نار بتقومه من النوم، بس بيقدر يستخبى، لكن مارك صاحبه بيتصاب. ونيفل بيقدر يحمي مراته قبل ما تتضرب، وكمان بول بس بيقدر يستخبى وبيحمي نفسه. واخر 2 بيتصابوا. بيقدروا السكان اللي عايشين يخرجوا وبيتجمعوا مع بعض في الممر، وما بيلاقوش اي شبكة في تليفوناتهم ولا انترنت، فبيعرفوا ان الشرطة مش هتعرف اللي بيحصل ولا هيقدروا يوصلوا لهم. واقرب مبنى ليهم بعيد شوية، وكمان الاسانسير ما بيشتغلش علشان ينزلوا، فبيلاقوا رسمة لوشوش على باب الاسانسير. وغاري بيطلع ماركو وبيطلب المساعدة، اما جين بتخرج وبنعرف ان ولادها ال2 ماتوا، والوشوش بتكون مرسومة على باب شقة غاري ومارك كمان. فجيف بيطلب المساعدة، وبيكي وبول بيروحوا له وبيطلبوا منه يزحف، فبيوصل لهم وبيقدروا يخرجوه. وبيشوف مراته وهي ميتة، بس بيلاحظوا ان كورتيس مش موجود، فبتروح بيكي وبول يشوفوه، بس ما بيظهرش جوه. لكن بيكي اول ما بتدخل اوضة تانية بيكون نايم وبيرفع عليها السكينة، وما بيكونش عارف اي حاجة من اللي حصلت. ما بيصدقش في الاول، فبيضطر بول يضربه وبيقول له افتح الستاير وهتعرف. ولما بيفتح الستاير بيلاقي طلقة، فبيصدق وبيخمن دانيال ان ده شخص كان في الجيش لانه دقيق جدا في تصويبه. وبيقترح نيفل انهم يفضلوا مستخبيين لحد ما الشرطة تعرف اللي بيحصل او الشخص ده يمشي ويسيبهم. فبيكي بتقول لازم نوصل لتحت عن طريق سلم الاسانسير، لكن كورتيس بيقول لهم روحوا انتوا وانا هستنى في شقتي. بس نيفل بيقول له احنا بندفع لك علشان تحمينا، لازم تنزل معانا. فبيرفض ينزل، فبيضربوا نيفل مرة والتانية، وبيكي بتكمل عليه قبل ما يقوم. فبيتجمعوا سوا علشان يخرجوا، وجيف بيحاول يفتح الاسانسير وبيقدر يفتحه، لكن بيتضرب عليه نار وبيموت. فبيستخبوا كلهم، لكن كورتيس ما بيلاقيش حد، مجرد فخ منصوب لأول شخص يفتح الباب، وبيخمن ان ممكن يكون موجود منه كتير. بيكي بتدخل للاسانسير وبتقرر تنزل، وبول وكورتيس بينزلوا معاها. بيقدروا ينزلوا لتحت وبتكون نفس الوشوش موجودة، ولما بيفتحوا الباب بيلاقوه مسدود بحاوية كبيرة ما بيقدروش يبعدوها بسبب حجمها، فبيقرروا يرجعوا تاني لفوق. بيظهر التعب على مارك جدا بسبب الإصابة، فبتقترح بيكي انهم يطلعوا للسطح، ولو واحد فيهم قدر ينزل مش هيقدر القناص يضربه. بس بتعتقد جيني ان السر في الوشوش المرسومة، لا اسمع ولا ارى ولا اتكلم، وان ده بسبب الولد اللي اتقتل من فترة، لانهم تظاهروا بانهم ما شافوش حاجة حصلت وما سمعوش حاجة من اللي حصلت وما قالوش حاجة للحكومة من اللي حصلت، وما حاولوش يساعدوا، والمجرمين ما اتقبضش عليهم. فبيعرفوا ان ده عقاب بسبب اللي حصل. وبتسيبهم جيني وبترجع لشقتها تاني وبتقول هروح لاولادي. فبتدخل وبتطلع للشباك وبتتقتل، والليل بيجي عليهم والقناص لسه في مكانه بالليزر وهم لسه في مكانهم. فكورتيس بيقول لغاري ليه الوشوش دي مرسومة
مرسومة على شقتكم انتم بس واحنا لا. فبيقول له مارك ما نعرفش، بس كورتس بيقول لهم عاوز اكلمكم على انفراد. اول ما بيدخلوا جوه بيقول لهم كورتس انتوا اللي قتلتوا الولد، ولما بينكروا بيمسك مارك من جرحه. فبيعترف مارك وبيقول له كان لينا عنده فلوس بضاعة وما قدرش يدفعها، وكنا عاوزين نديله درس مش نقتله، وبره بيعرفوا انهم اللي قتلوا الولد. فبيقرر كورتس انه يطلعهم للشباك، وبيتقتل غاري وبيمسك مارك على الرغم ان اللي بره بيحاولوا يدخلوا لكن بيطلعوا للشباك. مع موت غاري ومارك بتقرر كارول انها تجرب السلم، بس السكان بتحاول تمنعها لكن بتودع دانيا لابنها وبتخرج. بتطلع كارول بس ما بيحصلش حاجة، وبتقول لهم هنادي عليكم اول ما انزل لتحت، بس دانيال بيخرج وراها. بينزلوا الاتنين لتحت سوا، لكن اول ما بيخرجوا بيتضرب عليهم نار وكارول بتموت، ودانيال بيحاول يستخبى لكن بيموت في الاخر. بعد شوية بيقترح بول انه ينزل من على السلم لانه ملوش اي حد، فبيجمعوا سوا خراطيم المية علشان يربطوها في بعض وبول ينزل عليها. بس بول بيكون خايف جدا لدرجة انه بيرتعش وبيكسر كورتس الباب، ففيولت بتتسرع وبتدخل علشان يتضرب عليها نار وتموت من الفخ. بيقدر كورتس وبيكي وبول يوصلوا للسطح، وبيطلع بول وبيمسك الخرطوم وبينزل، بس وهو في الطريق القناص بيضرب نار على الخرطوم وده بيخلي الحبل يتقطع وبيقع بول، مع ان كورتس وقف وقعد يستفزه لكن ما ضربهوش وضرب الخرطوم. فبتقرر بيكي انها تولع في المبنى كله علشان تيجي المطافي، بس كورتس بيعترض لان ممكن محدش يشوفهم وده هيموتهم محروقين، بس بتقوله احسن ما هو يقتلنا. فبيقتنع بس بيطلب ياكل الاول، وبيقعدوا ياكلوا التلاتة سوا لحد ما الصبح بيطلع عليهم. فبيكي بتاخد نيفل معاها لتحت وكورتس هيولع في الدور اللي فوق. بتنزل بيكي ونيفل على السلم في الاسانسير، وكورتس بيحط معالق واطباق في الميكروويف وبيولع البوتاجاز وبيمشي. بينزل كورتس على السلم بس السلم بيفك وبيقع، رجليه بتتكسر، وبيكي ونيفل بيوصلوا له وبيساعدوه، والقناص بيحس ان المبنى بيولع فبيمشي من مكانه. في الوقت ده بيوصل صاحب المبنى مع المقاول وتليفوناتهم ما بتشتغلش، بس بيتضرب عليهم نار والقناص بيقتلهم. بيوصل للمبنى وبيرمي قنبلة غاز جوه في الوقت اللي بيكي بتستخبى، وكمان نيفل وكورتس بيستخبوا. بيدخل القناص ومعاه السلاح، وبتخرج بيكي بره. بتروح للعربية وبتاخد مسدس المسامير وبترجع تاني للمبنى وبتضرب القناص بالمسامير، بس بيضرب عليها نار وبيصيبها، ونيفل وكورتس بيطلعوا وبيضربوه. بيخلعوا القناع وبنعرف ان الشرطي اللي كان بيحقق في جريمة القتل وبيكون اخوه هو اللي اتقتل، فبيقدر يضرب نيفل بالكهرباء، وكمان بيضرب بيكي وبياخد السلاح، وبيقدر كمان يضرب كورتس. بس قبل ما بيقتل بيكي بتقدر تمسك مسدس المسامير وبتقتله، وبتعيش بيكي ونيفل وكورتس وبيمشوا بره المبنى اول ما المطافي بتوصل. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.